اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناه تي تايم بودكاست. اذا كانت هذه اول مره تشوفوا الفيديو ديالي فشكرا انكم تدعموني باشتراك في القناه بتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. كذلك ديروا لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم اللي عجبكم، وما تنساوش تخليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا تشاركوها معايا. ندوزو باش نبداو البودكاست ديال اليوم. في هذه الحلقه قررت انني ندوي على واحد الموضوع اللي كنشوف انه مهم بزاف، وكنشوف بانه هذا الموضوع هذا احنا كاملين او لواحد الاغلبيه كبيره 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 فينا غادي يكونوا اكيد سمعوه وهما صغار او حتى وهما كبار من بزاف ديال الناس، من الناس اللي قراب ليهم خصوصا سوا الوالدين، خوتنا، صحابنا، الاساتذه ديالنا في المدرسه. دائما هذا الموضوع هذا كيبان وكيطرح راسو بقوه، واللي كنشوف بانه عنده بزاف ديال التاثيرات من بعد، واللي كي امباكتينا بواحد الطريقه اللي كتقدر تخلي الانسان يفقد الثقه في راسو، يحس بانه انسان فاشل، بانه انسان ما قادرش يحقق داكشي اللي كيتمنى، واللي هو المقارنه. احنا كاملين في وقت معين سمعنا من هاد الناس اللي دايرين بينا ومن هاد الناس اللي قراب لينا المقارنه ديالنا مع ناس اخرين. دائما كتسمع شوف انت شنو درتي وفلان شنو كيدير، شوف فلانة حسن منك لان هي دارت ودارت وانتيا ما قدرتيش ديري. هذا الموضوع دائما كنسمعو، هذه الهضره دائما كنسمعوها، وهذه المقارنات هذه كتخلينا نطيحوا في واحد دائره شك ودائره خوف. كنخافوا من المستقبل اننا ما نقدروا نحققوا حتى شي حاجه فيه، كنخافوا من الفشل، كنبداو كنشكوا في القدرات ديالنا، ولو نكونوا ذكيين، ولو نكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج، مثقفين، قادرين نحققوا بزاف ديال الحوايج، ولكن هاد الجمله هذه وهاد الهضره هذه ملي كتقال الا وانها كتخلي واحد الاثر في النفوس ديالنا، وكتخلينا نشكوا في قدراتنا وفي القوه ديالنا وفي الجهد ديالنا اللي كنبذلو. كنبقاو نقولوا واش يمكن هادشي اللي انا كندير ماشي كافي، يمكن انا فعلا ما قادرش نحقق هاد الحاجه. وهذا التردد الا وكيخلينا نوقفوا في بلاصتنا وما كنقدروش نزيدوا للقدام. فاليوم انا جيت باش نوضح هاد المساله هذه ديال المقارنه، ونبين بانها راه ما عندها حتى معنى، لانه ما عمر ما غتلقى جوج ديال الناس قابلين للمقارنه. علاش؟ لانه كاينين عوامل اخرى كتدخل في الموضوع اللي كتخلي ان كل انسان فينا وكل شخص فينا حالة خاصة، الحالة ديالو بوحدها، ما يمكنش ومستحيل أنه تقارنه بشخص آخر، ولو أن الصورة الخارجية كتوحي بأنهم كاينين في نفس الظروف، وبأنهم في نفس الظروف اللي هما كيعيشوها، وعايشين في نفس الشروط وبنفس الامور. مستحيل، ما يمكنش. كاين اختلافات كتجعل من كل واحد شخص عنده حياته الخاصة، عنده الدائرة الخاصة به اللي فيها ظروف معينة كتخليه مختلف تمام الاختلاف على الناس الاخرين اللي دايرين به، وغير قابل للمقارنة مع الناس الاخرين. هاد الامور هادي او هاد العوامل هادي اللي كتخلق هاد الاختلاف هي كتيره. اول حاجه غنبداو بالامر الاول واللي هو الامر البديهي والواضح، هو ظروف المعيشه. كل واحد فينا عايش بواحد الطريقه معينه مختلفه على الناس الاخرين، لربما من ناحية المنطقة اللي هو ساكن فيها، من ناحية الجو اللي هو عايش فيه، ديال الحي ديالو، ديال المنزل ديالو، مع الأسرة ديالو، الظروف ديال المعيشة في داخل الأسرة، واش أسرة غنية، واش أسرة فقيرة، واش أسرة متوسطة. فهادو عوامل اللي كتخلق واحد الاختلاف باين وواضح، كتخلي أنه كل شخص هو مختلف على الثاني ومغير عليه. كذلك ملي ذكرت نقطة واش أسرة فقيرة ولا أسرة غنية، هذا كيعني بأنه المداخيل والمصاريف هي كذلك مختلفة. كاين الأسرة اللي الله ميسر ليها ومسهل عليها، أكيد أنها عندها الإمكانية باش توفر لهاد الأطفال هادو، أو باش توفر لهاد الأشخاص إمكانية ديال الوصول لبزاف ديال الحوايج. يعني مثلا حنا غنشوفوا أقل ما يمكن مثلا في المدرسة، فالناس اللي ما فحالهاش ما كتقدرش أنها تدخل ولادها تزيدهم الساعات الإضافية، أكيد في حين أنه شخص آخر اللي لاباس عليه وعنده الفلوس فهو قادر أنه يجيب أستاذ خاص كيقري الطفل ديالو بوحده.
فما تشوفش جوج ديال الاطفال في المدرسه وتقول هذا راه احسن من هذا. لا، ما كاينش، لا مجال للمقارنه، حيت كاين بزاف ديال الاختلافات. كذلك بالنسبه لنا حنا، حيت قلت هاد الهضره هادي وهاد الكلام ديال المقارنه كنسمعوه حتى وحنا اشخاص كبار كنسمعوه، وكتم المقارنه ديالنا بناس اخرين، وكتسمع شوف فلان خدام، شوف فلان خدم غير عامين وشرا الطوموبيل وانت خدام 7 سنين هادي وما درتي والو، شوف فلان يلاه بدا راه تزوج راه دار الدار انت ما درتيش، انت مازال مقابل غير السفر ولا شي حاجه. هاد الهضره هادي كنسمعوها بزاف، ولكن خصنا نفهموا بانه هاد الهضره هادي ما خصهاش تقلقنا، حيت كل واحد والاهتمامات ديالو. وانت غادي في الحياة ديالك كتشكل بزاف ديال الامور، كتشكل الذوق ديالك، كتشكل الافكار ديالك، العقليه ديالك، الطريقه باش كتشوف الامور، الاهتمامات ديالك كذلك كتكون مختلفه. اكيد راه شوف مثلا غير شي صديق ولا صديقه اللي مقربين لك بزاف واللي كتعتبر بانه راه كتشابهوا في كل شيء وكديروا اي حاجه بجوج بكم مع بعضياتكم، ولكن غتلقاو بانه كاين اختلافات وكاين حوايج اللي انت كتهتم ليهم والطرف الاخر ما كيهتمش ليهم. كذلك كل واحد فينا وكيفاش كيشوف الطريق اللي هو باغي يمشي لها، كل واحد وشنا هي الاهداف اللي هو محدد. كاين شخص اللي كيبان ليه بان الهدف اللي قدامه مثلا انه انا بغيت نبقى خدام، بغيت ندير الفلوس، بغيت نولي لاباس عليا، عندي بزاف ديال الفلوس، اكيد من حقه. كاين شخص اخر كيقول لك لا، انا ما باغيش نبقى حياتي كلها وانا كنجري مور الفلوس، انا باغي نلقى غير واحد الخدمه على قد الحال اللي غنعيش بها مرتاح وصافي بارك عليا. كاين واحد اخر غيقول لك لا، انا الهدف ديالي انا باغي نتزوج ندير ولاد، انا باغي نعيش في هذاك الجو ديال الاسره. كاين واحد اخر غيقول لك لا، انا ما كنقلبش لا على الاستقلاليه ماليه ولا على حتى حاجه، انا باغي مره نضرب بريكول، نشد شويه الفلوس، نسافر، ندور، نفوج، صافي. فكل واحد فينا كيفاش كيتخيل هذيك الحياه اللي هو باغي يعيشها وهذيك الامور اللي باغي يديرها. كذلك كيكون الاختلاف ديال الظروف وديال الالتزامات. يعني مثلا واحد الشخص اللي هو ممزوج خدام غير على راسو، ما عمرنا ما غنقدروا نقارنوه بواحد الشخص اخر اللي مزوج وعنده وليدات، يعني عنده مسؤوليات. ما يمكنش تقول ليه شوف فلان راه عنده الفلوس وكيدير انت ما درتيش. لا، هذاك الشخص راه تابعينه مسؤوليات واحد اخرين كتفرض عليه انه يصرف بطريقه معينه ويفكر بطريقه معينه لانه تابع بزاف ديال المسؤوليه، وربما كيصرف على والديه او مثلا الاخر عنده طفل هو عنده 3. يعني كيكونوا اختلافات كثيره وكيكونوا اختلاف بزاف ديال الامور. وكذلك نقطه ديال الاختلاف ديال الاولويات. كل واحد فينا في حياته كاين امور هو عاطي لها الاولويه، باغي يوصل لها، وهذيك الامور حاطها قدام عينيه. اكيد انه كاين اختلاف ما بينه وما بين ناس اخرين، حنا ماشي كاملين كنفكروا بنفس الطريقه، حنا ماشي فوتوكوبي ديال بعضياتنا، كاملين كنفكروا بنفس الطريقه وغاديين بنفس الطريق وباغيين نوصلوا لنفس الحوايج. لا، كاين اختلافات بزاف، وهاد الامور هذه كامله اللي ذكرت راه هي جزء بسيط من الاختلافات اللي كاينه ما بين كل واحد فينا وما بين الناس الاخرين. داكشي علاش اي واحد سمع شي مره شي هضره قارنات ما بينه وما بين شخص اخر، ما يتقلقش، ما يبقاش فيه الحال، ما يحسش بالفشل، ما يشككش في راسه، ما يشككش في القدرات ديالو، ما يتخيلش بانه انسان فاشل وما عمره ما غادي يدير شي حاجه في حياته. لا، ولكن ملي يسمع هذيك الهضره يجاوب ويقول جمله واحده. هاد الناس اللي حكموا عليا وقالوا هاد الهضره كيشوفوا غير الصوره الخارجيه، ولكن راه ما عندهم حتى شي فكره على الامور اللي واقعه لداخل، يعني الافكار ديالو، هو النظره ديالو للحياه والامور اللي هو كيوزنها والاحلام اللي هو باغي يحققها والطموحات ديالو. هاد الامور هادو كاملين هادوك الناس ما عارفينهمش. الشيء اللي كيخلي هذاك الحكم ديالهم وهذاك الجوجمون اللي عطاو عليا ديال انني فلان دار وانا ما درتش لا اساس له من الصحه، لانه ما يمكنش انا شخص اونيك، يعني الظروف ديالي والافكار ديالي والدائره ديال الحياه ديالي سبيسيال ديالي بوحدي، ما كتقارن بحتى شي شخص اخر. بالتالي حتى واحد ما عنده الحق لا يحكم لا عليك انت ولا على الناس الاخرين بانهم بالمقارنه، بانه يبدا يقارن ما بيناتكم ويقول هذا احسن من هذا ولا هذه احسن من هذه. لا، فهاد الجمله هذه ما خصهاش من الان فصاعدا ما خصهاش تبقى تقلقكم، وما خصهاش تبدا تحسسكم بالنقص او لا بالفشل ولا بالشك في القدرات ديالكم. دائما تفكروا بانه نتوما الوحيدين اللي عارفين
راسكم شنو كتسواو، نتوما الوحيدين اللي عارفين افكاركم وقدراتكم والعقليه ديالكم كيفاش دايره وطموحاتكم واحلامكم والامور كلها اللي كتعلق بكم. نتوما الوحيدين اللي عندكم الصوره الكامله على هاد الامور، وهذا كيعني بانكم نتوما الوحيدين اللي قادرين تحكموا على راسكم وتقولوا هذه وهذه لا. وصلنا لنهايه البودكاست ديال اليوم. كان خفيف ظريف، ما بغيتش نطول فيه بزاف باش ما نتقلش عليكم. كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. خليوا لي لايك للفيديو الى عجبكم، شاركوه مع اصحابكم كذلك، شاركوا معايا في التعليقات اي حاجه بغيتوا تقولوها ليا ولا افكار ديال بودكاست ماجي نهضر عليهم. واهم حاجه دعموني باشتراك في القناه. وشكرا لكم بزاف، ونشوفكم في بودكاست ماجي ان شاء الله.